السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم صينية بطاطس وبامية ورز. بس هنعمل صينية البطاطس بعد ما نسلق الفراخ. في انا قبل كده كنت بحطها في الفراخ عشان ما كنتش هعمل بامية. دلوقتي هعمل بامية فانا عايزة شوربة، فهحط شوربة للفراخ لصينية البطاطس وهحط شوربة للبامية. معايا هنا بطاطسايه، معايا طماطمايه، ومعايا بصل علشان الشوربه. هنا الميه غليت، طبعا حاطه الميه عشان تغلي عشان هنسلق الفراخ. اول ما الميه غليت اهي، شايفين الدخانه اللي طالعه منها دي؟ نجيب بقى الفراخ علشان نيجي نسلقها. معايا فرخه اهي، طبعا غسلتها حلو، ولازم تبقى تغسليها كذا مره وتطلعي المزاليق اللي المزلقه منها وتنضفيها حلو. بس الصدر ده انا مش هعمله، لان بص الصدر كبير ازاي. انا بستغرب الفرخه في صدر صغير وصدر كبير، فالصدر الكبير قوي ده انا هخليه، هعمل الثلاث قطع دول بس. ده الصدر ده حلو يعني، مش صغير قوي برضو، حلو. فالميه غليت اهي، ننزل بقى بالفراخ كده بعد ما نضفتها، طبعا تنظيفها تمام تمام التمام. بصوا الورك قد ايه ما شاء الله. من جوه ومن بره قشطه قشطه قشطه. من حله مش شايله الا 3 حتت بالعافيه كمان. طبعا الصدر ده بقى ايه، ممكن نعمل عليه حاجه تانية. بصوا الصدر ما شاء الله، انا مش عارفه جابه منين ده، مش عارفه. تهيألي جاب لي 3 حتت من فرخه والصدر ده من فرخه. هسلق بقى الفراخ يا حبايبي، مش هسلقها طبعا ايه جامد يعني، هخليها ايه نص سوا. نص سوا علشان ايه، هاخدها احطها تكمل سوا في البطاطس، لان الفرخه كبيره وحاسه ان هي لو حطيتها في البطاطس هتتهري والفرخه مش هتستوي. فاحنا هنعملها نص سوا، هتكمل السوا بتاعها في البطاطس، وهيبقى في شوربه بقى ايه اللي نعمل بها الباميه. اما تتسلق هرجع لكم تاني. طبعا حطيت لها طماطم وكده، وحطيت لها ورقتين لورا بس. كده بس الورقتين اللورا، طبعا شطفتهم عشان التراب اللي بيبقى في عند العلاف ده، عند العطار. هغطيهم بقى ايه، هتستوي نص سلقه وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي، الفراخ اتسلقت اهي نص سلقه، طلعتها. هنا بقى ايه، هنا عشان نعمل صينيه البطاطس عندنا طماطم انا عاملاها ومصفياها، يعني لازم تصفيها علشان القشر اللي بيبقى فيها ده ما بيبقاش طعمه حلو بصراحه، بيبقى بيضايق في الاكل. معايا هنا توم دقاه، وعليه فلفل وملح طبعا هحط فيها. وهنا معايا بصلايه كده عاملاها طرنشات فيها برضو. معايا البطاطس اهي طبعا مغسوله. كلهم بقى هقلبهم في بعض كده. وانا طبعا حاطه للشوربه ملح، الشوربه اللي هي بتاعت الفراخ دي انا حاطه لها ملح. احط لهم بقى احط شويه شوربه عشان ما تبقاش تخينه الصلصه. اهو كده احنا بقى ايه، بدل ما حطينا الفراخ فيها حطينا الشوربه بتاعت الفراخ فيها. كده كده ايه، هيبقى طعمها حلو لان احنا حطينا فيها الشوربه. عشان لو عايزه شوربه تاني تعملي ملوخيه باميه اللي انت عايزاه. كده خلاص صينيه البطاطس كده كل الحاجات اتحطت فيها، هنحطها بس هجيب بس حاجه واجيب. جبت معلقه سمنه هي بلدي والله، يعني سمنه الزبده الصفرا دي اللي هي البقري. ما عندهوش برضه يحط عادي اي حاجه. حطينا معلقه سمنه، نجيب شويه زيت برضه، شويه صغيرين قوي عشان الزيت ما يتعملش مع السمنه يعمل دهون. يعني بحط شويه زيت على اي حاجه، اي حاجه فيها سمنه احط لها. بس كده خلاص. صينيه اسمها ايه دي، البطاطس اتعملت اهي.
هنحطها فين بقى؟ هدلوها جوه الطاجن ده. انا معايا طاجن كبير اهو عامل زي الصينيه. ابني عايز ياكل بطاطس في الطاجن، مش هحرمه من حاجه. بيحبها في الطاجن كده. خلاص يا حبايبي، هنحط بقى ايه الفراخ معاها اهي. شايفين الطاجن ده كبير قوي ازاي؟ احنا بنحب اكل الطاجن صراحه، بيبقى طعمه حلو. الحاجه كلها اللي في الطاجن دي بتبقى طعمها جميل. هنحط بقى الفراخ نرصها كده، وهحط عليها الصلصه كده. هي كده ايه، يعتبر استوت نص ساعه، نص يعني ايه تسويه. هنحطها بقى في الفرن. بس دوت ما استواش كتير قوي. الصدر ده اللي بياخد سوا بصراحه، مش عايزاه يبقى ني. ونحط كده دوت اخر واحد فوق كده. هنحط عليه ايه الصلصه كده. وهولع على البوتاجاز على لما اول ما يغلي اروح حاطاه في الفرن، لان الطاجن بيسوي الاكل بسرعه. وبعدين عشان ما الحاجه ما تتهريش اهو كده. خلاص هنحط بقى ايه اول ما يغلي على النار. هي غلوه واحده واروح مدخلاه الفرن، حتى الغطا مش جاي عليه. لان لو حطيناه في الفرن مش هيغلي دلوقتي، هيقعد لي ساعه عشان يغلي. احنا نغليه على طول كده. هغطيه دوت كده لغايه ما يغلي بس، واروح مدخلاه الفرن وخلاص. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل الباميه. باخد شويه شوربه من اللي هي فايضه دي، هركنهم على جنب كده. عشان ايه؟ طبعا لما الباميه بتستوي بيبقى الشوربه بتقل فيها. او ممكن لو ما قلتش خلاص شيل الشوربه. هي دي شوربه كتير ممكن ما تقلش. لو قلت حط لها طبق الشوربه دوت اللي هو ايه اللي احنا خدناه. دلوقتي بقى نحط الباميه. جربتها طبعا وغسلتها. وهنسيبها بقى ايه اول ما لونها كده يتغير شويه. يعني اضربها بالمفرق بتاع الباميه. اول ما تيجي تستوي، اول ما تستوي نضربها بالمفرق كده يا حبايبي. خلاص الباميه استوت اهي. هنشيل بس كان فيها ورقه لوري او ورقه لورا تحتها مع الفراخ. هنفركها بقى بالايه بالمفركه دي بتاعت الباميه دي. ممكن تعمليها كده اهي. هنفركها بقى ونروح مكشرين لها وخلاص. هي دي كده خلاص الباميه استوت. هنا بقى يا حبايبي معايا حله. لسه هكشن طبعا للباميه. معايا حله ومعايا هحط زيت فيها. هنا بقى ايه الرز. صغيرة تاني. ده زيت ذرة ده على فكرة، مش زيت تموين. معايا الشعرية هي. حمرها طبعا. ممكن يا حبايبي الشعرية مش هنحرقها بقى. انا بشوف ناس بيحرقوا الشعرية زي اللون الذهبي دوت كده. وهنحط عليها الرز. معايا الرز اهو. طبعا غسلته 10 غسلات. اهم حاجه النظافه. من الاكل النظافه، الاكل هيطلع معسل وجميل. العكس بقى ما اعرفش بقى هيطلع ازاي. يعني النظافه دي اهم حاجه بصراحه يعني. نجيب الميه بقى، نزوده بقى ميه. هنغطيه يعني هنغطي الوش بتاعه بالميه. وطبعا هنحط له ملح بس. معايا الملح اهو. البتاعه بتاعت الملح معرفش راحت فين.
بس وهنغطيه اول ما يتشرب من الميه هنوطي عليه ونسيبه يستوي على طول. هنا بقى نكشل اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ الباميه. هي اسمها ايه يا ولاد؟ دي التومه هي عملتها بفلفل اسود وملح، وادي السمنه اهي، حطيت معلقتين سمنه كبار كده في التومه. هنحمر بس التومه ونكشم زي الملوخيه والصلصه. خلاص يا حبايبي عملت التومه هي بتاعت اسمها ايه الباميه اهي. بصوا بقى ما تخلوهاش تروح يعني ما تحرقوهاش عشان ما تمررش الاكل. عايزين الاكل يبقى مرة، عايزينه معسل وجميل اهو. الجمال بقى يا ولاد، تعالوا كلوا. ايه رايكم؟ شويه باميه جميله 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 جميله. ناقص بس سلطه البتنجان. دلوقتي طلعت بقى ايه طاجن البطاطس اهو. ايه رايكم؟ جميل والله. بصوا بقى الفراخ جميله ازاي. هنعمل بقى ايه سلطه البتنجان وخلاص. هنا بقى ايه هنعمل سلطه البتنجان. حطيت حبه زيت، هحط حبه كمان تاني. ده زيت قليه، ده زيت القليه، ده زيت الذره، ده زيت قليه وده زيت ذره، يعني ده بتاع الاكل وده بتاع القليه. معايا بقى البتنجان مغسول اهو، هصفي الميه بس منه متقطع. هقلب في الزيت بقى وهقلي البتنجان وبعدين الفلفل وارجع لكم. خلاص يا حبايبي قلينا البتنجان اهو والفلفل، ومعايا طماطم هنا متخرطه اهي شايفين. هنحط بقى ايه ده على ده. معايا هنا هريسه شطه وليمون وخل وثوم. طبعا هريسه الشطه فيها الثوم وليمون وخل، هنحطها عليهم كده. والله العظيم تحفه تحفه. دي ممكن تاكلوها وتسيبوا الاكل كله. نضربها كده كده. خلاص يا حبايبي خلصت كل الفيديو. شايفين جميله ازاي. حطيتها طبعا في طبق، حطيتها طبعا في طبق يا حبايبي. كده الفيديو خلص، وبقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا واوريكم بقى الحاجات اللي انا عملتها. كده يا حبايبي الاكل خلص اهو. عملنا طاجن البطاطس بالفراخ، وهنا الرز دهوت، وهنا الباميه. شايفين الباميه جميله ازاي، والله العظيم تحفه تحفه يا ولاد. شايفين دي الباميه ودي وسلطه سلطه البتنجان بالثومه والهريسه. دلوقتي بقى اقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا، والفيديو خلص، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايبي.